السلام عليكم، اهلا بيكم. فيديو النهارده هنعمل وحده كروشيه مربعه الورده الافريقيه. ورده مميزه جدا ووحده مميزه جدا، تقدري تنفذيها لاي عمل من الاعمال، وتقدري تنفذيها باي نوع من انواع الخيوط. عندك خيوط الصوف او خيوط القطن، وتقدري تنفذيها بالخيوط اللي دايما المناسبه للعمل الوحدات، الخيوط الرفيعه او الخيوط اللي مش بتوبر. طبعا الخيوط القطن هي افضل خيوط. لو اول مره في قناتي، انا قناه كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. هستخدم ابره مقاس 3.5 ملم الومنيوم. في البدايه هبدا اشتغل دايره سحريه بالشكل ده. تابع معايا الخطوات. هسحب الخيط وهقفل الدايره وهبدا اشتغل بثلاث ارتفاع 3 سلسله، واول 3 سلاسل هعتبرهم معايا اول غرزه عمود بلفه. لو مش بتعرفي تعملي الدايره السحريه تقدري تنفذيها، تعملي 6 سلاسل وتقفليهم وتشتغلي داخل الدايره. انا هنا في البدايه هبدا اشتغل 16 عمود بلفه، وما بين كل 2 عمود هعمل سلسله. طبعا اول 3 سلاسل اعتبرتهم غرزه عمود بلفه، اشتغلت جنبه عمود واشتغلت سلسله. هبدا اشتغل 2 غرزه عمود بلفه جنب بعض، وبعد كده هشتغل ما بينهم سلسله. يعني 2 غرزة عمود سلسلة، 2 غرزة عمود، 8 مجموعات يكونوا لي 16 غرزة عمود بلفة. 2 غرزة عمود، سلسلة، هلف الخيط على الإبرة واخش داخل الدايرة واشتغل 2 غرزة عمود، سلسلة لنهاية السطر. همشي بنفس الخطوات لحد ما اكون 16 عمود بلفة ما بين كل 2 عمود سلسلة. انا هنا خلصت السطر. هبدأ اقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ اقفل السطر بغرزة منزلقة في ارتفاع السلاسل بالشكل ده. هرتفع سلسلة وهقص الخيط. هنبدأ بقى ننظف الخيوط بإبرة التنظيف. هجيب خيط مختلف، هبدأ اعمل عقدة بداية بالشكل ده، وهبدأ اشتغل ما بين السلاسل، يعني ما بين كل عمودين. هلف الخيط على الإبرة وادخل من تحت السلسلة بالشكل ده، وهعمل غرزة عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة في نفس المكان، هعمل غرزة عمود بلفة، وهعمل تالت غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلة وهنتقل للسلسلة اللي بعدها، وهعمل 3 غرزة عمود بلفة. يبقى انا كده هشتغل ما بين السلاسل، هشتغل 3 عمود بلفة، سلسلة، 3 عمود بلفة في كل سلسلة. يبقى كده هنا السطر هنا معايا هشتغل في السلاسل او في السلسلة الموجودة ما بين العمودين 3 غرزة عمود بلفة سلسلة. هكون هنا 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 غرزة عمود بلفة سلسلة. هشتغل لنهاية السطر. انا خلصت هنا السطر معايا، وهبدأ اقفل في اول غرزة عمود بلفة بغرزة منزلقة بالشكل ده. ان هنا هقفل بسلسلة وهقص الخيط. هنا انا كونت 8 مجموعات بالشكل ده. تمام. هبدأ بقى اغير الخيط. تقدري هنا تنفذي اي نوع من انواع الخيوط، تقدري تنفذي كذا لون او نوعين بس او لونين بس من الالوان. هنا جبت اللون التالت معايا، وهقفل اعمل عقدة بالشكل ده، وهشتغل هنا بين الثلاث عواميد في السلسلة برضو. هقفل كده على الابرة وهشتغل غرزة عمود بلفة بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة في نفس المكان، هشتغل غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل 2 غرزة عمود بلفة تاني.
يبقى هنا السطر معايا هنا هشتغل 2 غرزة عمود، سلسلتين 2 غرزة عمود. هلف الخيط على الابرة وهنتقل الفراغ اللي بعده وهشتغل 2 غرزة عمود بلفة، سلسلتين 2 غرزة عمود. هشتغل بنفس الطريقة لنهاية الدور. خلصت هنا الدور الثالث، وهبدأ اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة عمود بلفة بالشكل ده. هشتغل بنفس نوع الخيط عشان اتنقل الفراغ. انا دايما هشتغل في الفراغات اللي هنا اللي هو السلسلتين. عشان اتنقل الفراغ هبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة، وهعمل غرزة منزلقة في الفراغ بالشكل ده. هرتفع بقى هنا 3 سلاسل وهعتبرهم اول غرزة عمود بلفة. هلف الخيط على ابرة واشتغل هنا غرزة عمود بلفة في الفراغ. داخل الفراغ انا هشتغل 6 عمود بلفة زائد اول 3 سلاسل، يبقى هنا داخل الفراغ هشتغل 7 عمود بلفة. دايما تعدي الشغل بتاعك عشان ما يحصلش اي نقص ويبوظ معانا الوحدة بالشكل ده. هنتقل هنا للفراغ اللي بعده وهشتغل 7 عمود بلفة في نفس المكان. يبقى كده انا هنا السطر ده هشتغل 7 عمود بلفة في الفراغ اللي هما السلسلتين، وهكون 8 مجموعات من غرزة الصدفة مكونة من 7 عمود بلفة. انا هنا خلصت السطر رقم 4 وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من ارتفاع السلاسل بالشكل ده. هرتفع سلسلة وهبدأ اقص الخيط، وتبدأي هنا تشتغلي بلون رابع، او انا هشتغل هنا باللون السطر رقم 2 هشتغل بنفس اللون. تمام. طبعا اختيار الالوان مناسب ليكي وعلى ذوقك. يعني هنا في نفس المكان اللي انا قصيت منه الخيط او في اي مكان تاني تبدأي تعملي تسحبي الخيط وتعملي عقدة. في نفس المكان هنا انا هبدأ اعمل غرزة حشو. السطر ده هو عبارة معانا غرز حشو. العمود اللي بعده هعمل غرزة حشو، واهم حاجة تعدي العواميد. تشتغلي هنا في غرزة الصدفة كانت معايا 7 عواميد، يعني هعمل معاهم 7 غرزة حشو بالشكل ده. فوق كل عمود غرزة حشو بالشكل ده. عندي هنا في الفراغ اللي ما بين الصدفة والصدفة هعمل غرزة حشو عميقة، هنزل في السطر اللي بعده على طول بالشكل ده، واخش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وارتفع الخيط بالشكل ده، وهعمل غرزة حشو بالشكل ده. هبدأ اشتغل غرزة حشو فوق كل عمود من العواميد الصدفة بالشكل ده. هنا في الفراغ ما بين الصدفة والصدفة هشتغل بغرزة حشو عميقة في السطر اللي بعد تحتيه على طول بالشكل ده. هشتغل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. انا هنا خلصت السطر معايا وهبدأ اقفل بغرزة منزلقة. الاول منساش اخر غرزة الحشو العميقة بالشكل ده، وهبدأ اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو، وبعد كده هرتفع سلسلة وهقص الخيط.
ودي كده شكل الوردة بتاعتي، تقدري تنفذي بيها مفارش بشكلها دوت، او تزيني بيها كوشن او كلاتش، او تعملي بيها شنط، او تعملي بيها اي حاجة. طبعا انا طبعا هنفذها مربعة، وعشان استخدم الشكل المربع انا هحتاج لون تاني، لون فاتح او لون ابيض زي الشكل ده. انا هنا هجيب الخيط الابيض، وهسحب هنا من اول غرزة حشو. هنا هسحب الخيط وهعمل سلسلة في نفس المكان، هعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعدها غرزة حشو، غرزة رقم 3 غرزة حشو، والغرزة رقم 4 غرزة حشو. يعني كده هشتغل 4 غرز حشو ورا بعض. في الغرزة رقم 5 انا هلف الخيط على الابرة وهشتغل غرزة نص عمود، بسحب الخيط وبعد كده بسحب الخيط من اللفات اللي معايا على الابرة. الغرزة رقم 6 هشتغل غرزة عمود بلفة، هلف الخيط على الابرة وهسحب الخيط من اول لفتين، وهسحب الخيط من تاني لفتين. الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة عمود بلفة، وفي الغرزة العميقة هلف الخيط على الإبرة مرتين وهشتغل غرزة عمود بلفتين. بسحب الخيط من أول لفتين، وبعد كده بسحب الخيط من تاني لفتين، وبعد كده بسحب الخيط من اللفات الموجودة مع الإبرة. هرتفع 3 سلاسل وهلف الخيط على الإبرة مرتين، وهشتغل في نفس المكان غرزة عمود بلفتين بالشكل ده. يبقى كده في الغرزة العميقة بعمل عمود بلفتين، 3 سلاسل عمود بلفتين. اللي بعدها هشغل غرزة عمود بلفة، وبعد كده غرزة عمود بلفة، بعد كده غرزة نص عمود بالشكل ده، وبعد كده هعمل 4 غرزة حشو ورا بعض بالشكل ده. هنا في الغرزة العميقة هشتغل غرزة نص عمود. طبعا انا هكرر كده الشكل معايا 4 مرات. كده انا عملت اول مرة، هبدأ اعمل نفس الشكل او نفس الزاوية 3 مرات كمان. هشتغل هنا غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، غرزة حشو، والغرزة رقم 4 اشتغل غرزة حشو، غرزة رقم 5 غرزة نص عمود. هنعمل غرزة عمود بلفة، واللي بعدها غرزة عمود بلفة. في الغرزة العميقة هنعمل غرزة عمود ب2 لفة، 3 سلاسل في نفس المكان غرزة عمود ب2 لفة. بعد كده غرزة عمود، غرزة عمود، نص عمود. بعد كده هنشتغل 4 حشو، وفي الغرزة العميقة هنشتغل نص عمود ونكرر. هكرر بنفس النظام كده، هيتبقى لي 2 زاوية بالشكل ده. نخلص وارجع لكم. انا هنا خلصت، هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. هنا هرتفع 3 سلسلة وهعتبرهم اول غرزة عمود بلفة. هشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة. هشتغل بغرزة العمود بلفة لحد ما اوصل لاول زاوية.
داخل الزاوية هنا انا هشتغل 2 غرزة عمود بلفة، 3 سلسلة، 2 غرزة عمود بلفة. هشتغل بغرز العواميد، فوق كل عمود غرزة عمود بلفة، او فوق كل غرزة هشتغل غرزة عمود بلفة لحد ما اوصل للزاوية اللي بعدها. وطبعا في الزوايا بشتغل 2 غرزة عمود، 3 سلسلة، 2 غرزة عمود. هخلص بنفس النظام ده لحد ما اوصل للشكل المربع. تقدري توقفي الشغل في السطر دوت، او ممكن تبدأي تكملي في سطور بعد كده وتكبري المربع بتاعك. جيني هنا لنهاية الفيديو، ودي شكل الوحدة بتاعتي. طبعا هنا تقدري تنفذي بيها اي مفارش، مفرش سرير، مفرش سفرة، تقدري تنفذي بيها كوشن. طبعا هنا شكل وحدة مميزة. لو لسه مكمله معايا لحد هنا، يا ريت تعملي باشتراك ولايك وتكتبي تعليق محفز وتقولي لي من اي بلد بتشاهديني. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.